السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل فيه صينية البطاطس بالفراخ. هعملها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص وسريعة جدا، طعمها لذيذ جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بجد من احلى الاكلات اللي تعملوها صينية البطاطس بالفراخ، سهلة بسيطة سريعة جدا، في اي وقت تعملوها وفي دقايق بتخلص زي ما انتم شايفين. عندي الفراخ غسلتها غسلة كويسة ونقعتها في مية وملح وخل وليمون وسبتها لمدة نص ساعة علشان ريحة الزفارة تروح منها. وبعدين غسلتها غسلة كويسة برضو من المية وحطيتها في مصفاية وصفتها من المية كويس جدا جدا. بالنسبة للفراخ انا هنا مستخدمة الفرختين، واخدة الجزء اللي قدام بس قطعته صغير خالص. لو عايزين تستخدموا فرخة كاملة تمام، عايزين تستخدموا صدور الفراخ زي ما انا عملت برضو تمام، عايزين تستخدموا الوراك برضو بس تمام، حسب ما انتوا عايزين. هنتبلها بشوية ملح وشوية فلفل اسمر وهقلبها على الناحية التانية، وهضيف توابل برضو وملح وفلفل اسمر. انا هنا مش هستخدم توابل كتير علشان طعم الفراخ ما تروحش منها زي ما انتوا شايفين. اكلتنا النهارده اكله سهله وبسيطه وغير مكلفه خالص، وهتتعمل بسرعه جدا وهيطلع طعمها لذيذ احلى من اللي بنشتريها من بره بكتير. اهم حاجه ان احنا ما نكترش التوابل، هنستخدم فلفل اسمر وملح بس زي ما انتم شايفين. هنا الفراخ جهزت معانا بعد ما تبلتها، هركنها على جنب وهنحضر مع بعض صينيه البطاطس. بالنسبه للخضر اي نوع خضار عندكم ضيفوه، انا هنا استخدمت بطاطس وجزر وبصل بس. عايزين تضيفوا جزر تمام، عايزين تضيفوا كوسه تمام، عايزين تضيفوا بسله وجزر برضو تمام، اي نوع خضار ضيفوه حسب ما انتوا عايزين. انا هنا هستخدم بطاطس وجزر وبصل بس. هضيف التوابل: معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من البابريكا علشان تعزز للون. لو مش موجوده البابريكا هنضيف معلقه كبيره من الصلصه، وهنقلب كل الخضار مع بعض. بجد صينيه البطاطس بتكون جميله جدا لما بنكون حاطين فراخ، لان الفراخ بتنزل الصوص وصينيه البطاطس بتكون شرباه، بتكون خطيره وطعمها في حته تانية خالص. هنا صينيه البطاطس جهزت معانا، هنحضر مع بعض الفراخ. عندي صينيه على النار هضيف فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. لو مش موجوده السمنه البلدي هنضيف معلقه سمنه عاديه. لو مش موجوده السمنه العاديه هنضيف زيت، بس اهم حاجه الزيت يكون نوع حلو. هستنى لحد ما الزيت يسخن تماما وبعدين هنزل بالفراخ. اهم حاجه النار تكون عاليه علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. هنا هنزل بكل كميه الفراخ. بالنسبه للصينيه لو شالت الفراخ كلها تمام، لو شالت جزء منه برضه تمام. انا هنا هدي الفراخ صدمه، مش عايزه الفراخ تاخد لون، انا عايزاها بس تاخد صدمه من الجنبين زي ما حضراتكم هتشوفوا. اتمنى لو وصلتوا لحد كده في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. انا هنا الصينيه بتاعتي ما شالتش كل كميه الفراخ، شالت جزء بس منه. هستنى لحد ما الفراخ تاخد صدمه من تحت وبعدين هقلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين. اهم حاجه النار تكون عاليه علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها والصينيه تلزق زي ما انتم شايفين. هنا الفراخ اخدت صدمه، هقلبها على الناحيه التانية على نار عاليه. انا عامله وصفات كتير على القناه، اتمنى تدخلوا تشوفوها. اي وصفه عجبتكم اكتبوا له تعليق منكم، واي وصفه حابين نعملها لكم برضو اكتبوا له تعليق منكم. انا هنا قلبت الفراخ على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين، وهسيبها لحد ما تاخد صدمه من تحت. ما نفضلش نقلب فيها كتير، اول ما تاخد صدمه بقلبها على الناحيه التانية. هنا الفراخ اخدت صدمه من تحت، هخرجها دلوقتي في طبق وهحمر كل كميه الفراخ بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها ديت. اهم حاجه النار تكون عاليه علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. انا هخرج كل كميه الفراخ وهحمر الجزء التاني برضو بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. هنحضر دلوقتي صينيه البطاطس بالفراخ. عندي صينيه البطاطس جهزت والفراخ اخدت صدمه من فوق وتحت. هنحضر دلوقتي البطاطس. اول حاجه هنحط الفراخ على البطاطس من فوق. بالنسبه للصينيه اي صينيه موجوده عندكم استخدموها، ألمونيا تمام، بايركس زي ما انا استخدمت برضو تمام، بس انا عشان جربت الاتنين، جربت الألمونيا والبايركس، فاحسن حاجه ليكم هي الألمونيا. بجد بتبقى خطيره في الاكل وفي نفس الوقت مهما بتقلب في الفرن مش بيتغير اللون بتاعها. انما البايركس ديت لما بتغلي كتير على النار الازاز ده بيتحرق فبياخد وقت على بال بينضف. عشان كده بقول لكم الألمونيا احلى بكتير من البايركس تمام. هضيف الفراخ على البطاطس من فوق زي ما انتم شايفين. هحاول على قد ما اقدر ان صينيه البطاطس تاخد كل كميه الفراخ، لان صينيه البايركس دي بتكون حجمها صغير وانا عندي ما شاء الله كميه الفراخ كتيره، بس ان شاء الله الصينيه هتاخد كل كميه الفراخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله. على فكره
الفراخ لما بتاخد صدمه بيبقى طعمها خطير، احسن من انكم انتوا بتحطوها نيه. انا جربت الاتنين، بس بجد صينيه البطاطس دي بالفراخ بتبقى خطيره جدا. عندي بقى شويه السمنه البلدي اللي انا حمرت فيهم الفراخ، هضيفهم على وش الفراخ من فوق زي ما انتم شايفين. وكده جهزت صينيه البطاطس بقى بالفراخ. هضيف دلوقتي نص شفشف من الطماطم دي انا ضربها في الخلاط. ضفت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسمر ومعلقه من البابريكا تكون كبيره علشان بتعزز لي اللون اكتر واكتر. هضيف الصلصه الطماطم على الوش الفراخ من فوق زي ما انتم شايفين. الخطوه دي مهمه جدا، ما ينفعش ان احنا نضيف صلصه، لانكم لو ضفت صلصه مكان صلصه الطماطم هتكون البطاطس بتاعتنا بيضه من جوه. تمام. انما الخطوه ديت لما احنا بنضرب الطماطم في الخلاط بتخلي صينيه البطاطس حمرة جدا، والفراخ بتاخد لون جميل جدا جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام. عندي الورق الفويل هغطي الصينيه كويس جدا جدا من فوق. انا مش عايزه اي هواء يخرج منها، انا عايزه صينيه البطاطس تكون مكتومه علشان تستوي بسرعه. تمام. بالنسبه لطريقه التسويه ركزوا معايا علشان صينيه البطاطس تطلع معاكم مستويه ومظبوطه. اول حاجه انا هنا صينيه البطاطس جهزت معايا، بس هجيب صينيه ألموني او اي صينيه موجوده عندكم وهحط عليها صينيه البايركس علشان ما تتحرقش مننا في الخطوه دي. ما ينفعش ان احنا نضيف صينيه البايركس على الشبكه من فوق بتاعه الفرن، لازم تكون صينيه تحتها زي ما انتم شايفين. بالنسبه لطريقه التسويه انا مولعه الفرن بقالها ربع ساعه على اول رف في الفرن، وهدخل الفراخ في الفرن تاخد لمده ساعه الا ربع، وبعدين هشيل ورق الفويل وهحطها تحت الشوايه لحد ما تاخد لون زي ما حضراتكم شايفين. هنا صينيه البطاطس بالفراخ جهزت معانا جميله جدا ما شاء الله، ما خدتش وقت على الفرن. اهم حاجه ان احنا نمشي على طريقه التسويه علشان الفراخ تطلع مظبوطه زي ما انتم شايفين واخده اللون القمر ده. هنا الفراخ جهزت معانا. انا عملت جنب صينيه البطاطس بالفراخ عملت جنبهم بشويه رز. احنا بنحب ناكل الرز بالبطاطس والفراخ، اي نوع رز انتوا حابينه تمام. لو عايزين تعملوا رز بشعريه برضو تمام، رز واحده بواحده برضو تمام، ورز ابيض برضو تمام، ورز بسمتي حسب ما انتوا عايزين. تمام. شايفين الفراخ عامله ازاي جميله جدا ما شاء الله، ولونها تحفه، والبطاطس مستويه ودايبه دوب زي ما انتوا شايفين. طعمها وريحتها ولونها في حته تانية خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اكله سهله، اكله المستعجلين، في دقايق بنخلصها وفي دقايق بتستوي جدا، مش هتاخد وقت معاكم خالص زي ما انتم شايفين. والله من احلى الاكلات اللي تعملوها واسهل اكله تعملوها. احنا مش بنحب نعمل اي اكل تاني، هي صينيه البطاطس بالفراخ وشويه الرز وكده الحمد لله. شايفين الرز عامل ازاي جميل جدا ومفلفل. على فكره الرز ده واحده بواحده. احنا طبعا زهقنا من الرز ابو شعريه وزهقنا بقى من الرز البسمتي، فقلنا النهارده نغير ونعمل رز واحده بواحده. والله جميل جدا الرز ده. عامه احنا بنحب كل انواع الرز، بس لما بناكله كتير جدا ورا بعض وكده بنزهق منه. شايفين الفراخ عامله ازاي جميله جدا ومستويه ومقرمشه جدا ولونها تحفه وطعمها خطير جدا. وبكده فيديو النهارده هيكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.